كيفكن يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت لكم يا شباب بعد طول انتظار ودعم ماله نار ونت حقير، ولا زلنا مستمرين. وطبعا يا شباب بعد هذا البيت الشعر العباب الله، خلينا ندخل في صلب الموضوع تبعنا. مثل ما شفتوا من فترة طويلة حكيت لكم، مشي شهرين أتوقع، حكيت لكم إنه راح احكي لكم على قصة مرعبة صارت معي حرفيا، والله يا شباب ما بكذب عليكم بشي. المهم خليكم يا شباب مع الجيم وخلينا نسرد بالحكي. المهم يا سيداتي وسادتي، القصة يوم من الايام شحن لي وقتها رويال باس خالد فور جيمز. حلو. فوقتها كان الرويال باس هذا تنين كهربائي، يعني شيء اسطوري، كان لازمني. انا بتعرفوني بلعب جولم اوكسير. المهم طلعت عند صاحبي هذا كمان بيلعب جولم اوكسير. طلعت لعنده معلم، طلعنا في السيارة، كنا وقتها شايرين سيارة جديد. المهم مالكم في الطويلة. طلعنا وانا طلعت يعني مشان يعني قلل ذوق عليه، وانه انا عندي رويال باس وانت ما عندك، انه من باب المزح يعني. فالمهم يا شباب طلعنا على البرية، اذا ما بتعرفوا شي عن برية، غابة فيك تقول. حلو. وعلى الجبل يعني. وصفينا السيارة. نحن اتوقع غلطنا بالمحل اللي صفينا فيه، لان حرفيا كان في يعني بعيد عنا مكب نفايات، بعيد يعني اتوقع شي 200 متر. ايه. وقاعدين انا وهو عم نشرب بهالطاقة، مشروب طاقة يعني، وعم نحكي يعني، عم نسرد بالرويال باس وما رويال باس وهيك، ومزح يعني، وبس حكي، انه ما حاطين لا اغاني ولا شي يعني. فالمهم يا شباب ما بلاقي لكم الا طولنا نحن من الساعة 8 طلعنا، 8 بعد المغرب، ضلينا لل10، ضلينا ساعتين تقريبا. فالمهم نحن من قدامنا ما بلاقي الا كان معلم طلع صوت وهيك، ناس كانوا بيغنوا فجأة. انه هو طبعا الطريق ما كان عم بمر منه لا سيارات ولا اي شيء، يعني قليل كتير. لحتى مثل ما قلت لكم بهاللحظة انه صار هذا الصوت، صوت اكثر من شخص قاعدين كانوا بيغنوا. فهيك شلون هدول القبائل الافريقية بتلاقي قاعدين عم بيغنوا هيك، بيطلعوا على مثلا على اليوتيوب فيديوهات شورت او هيك نفسين. فصاحبي هون ما بعرف بين المزح والجد قاعد بيقول لي القبائل الافريقية هجموا علينا. هدول اللي بياكلوا البشر وهيك. معلم قال لي لف لف هون، هو لبكني قال لي لف لف على السريع، لبكني هون وقتها. فمعلم انا وقتها لفيت على السريع، و يعني ومشينا بعدنا عن المنطقة اللي كنا نحن قاعدين فيها معلم. قرابة 500 او اكتر، 700 متر تقريبا بعدنا. بعدين قلت له يا رجل خلينا نرجع، ايش رأيك نرجع؟ قال لي ما مشكلة، بنرجع. قلت له نشوف ممكن معلم في ناس قاعدين يعني على طرف ونحن ما انتبهنا عليهم، فهمتوا علي؟ قاعدين على طرف ما انتبهنا عليهن، او قاعدين جنب صخرة ورا صخرة هيك، لان احنا يعني بالجبل. فرجعنا معلم، وصلنا لهنيك معلم، الصدمة انه ما شفنا ولا شي ولا حدا، وحتى صوت ما في، ما ضل في صوت. وحتى في بلدة صغيرة كانت قريبة على محل ما نحن قاعدين، تقريبا 500 متر. ضلينا ماشيين عليها لحتى وصلنا لها، مشان قلت له ممكن معلم هدول الناس مثلا كانوا بيعملوا شغلات غير قانونية، فرضا شغلات غير قانونية، وشافونا نحن قالوا خلينا نهرب. فهربوا مثلا على القرية او المدينة او اللي هو ايش من كان البلدة، هربوا عليها. قلت له خلينا نروح نتأكد. رحنا معلم كان ما شفنا حدا. فهون يعني التساؤل ايش هو هذا الصوت اللي نحن سمعناه بالاصل يعني. يعني مثل ما قلت لكم قلنا معلم ما بدنا نحن نتوهم وهيك والقصص ما بعرف ايش، ويعني بالمشرمحي انه نقول جان وهيك. خلينا اول شي نحكم نشوف اذا في انسان، في كذا، في هيك، وعلى هالاساس فقلت لكم محل ما كنا نحن واقفين. حلو.
محل ما كنا نحن واقفين يعني عم نشرب طاقة وهيك وعم نحكي، ما شفنا حدا حوالينا ولا أي كائن ولا أي مثلا ميتور أو سيارة أو هيك. لا. ومشينا حتى يعني 500 متر لقدام في حال إنه في حدا راح على هاي البلدة اللي حكيت لكم، كمان ما شفنا حدا. فإيش رأيكم بالقصة يا شباب؟ اكتبوا لنا تساؤلاتكم، إيش رأيكم وإيش معقول يعني إيش هذا الصوت طلع لنا شو هو يعني. يعني لهلا مخي طاير ماني مستوعب والله العظيم. فبس يا شباب، لو منكم وصلنا لنهاية هذا الفيديو حطونا لايك يا شباب واشتركوا كثير آخر فترة. أنا مقصر معكم وأنتم مقصرين معي، بس إذا أنتم شجعتوني حتى ولو النت ضعيف معلم، يعني بفضي حالي ويعني الصبح بقعد بصور لكم شي ما يكون حدا فاتح نت وإلى آخره. فبس يا شباب، سلام.